تعالوا اقول لكم ازاي تحولي السمنه النباتي لاحلى سمنه بلدي. ريحتها مش هتفرقيها تماما عن السمن البلدي، ولا ريحه ولا طعم. بصوا بقى الترميله عامله ازاي وجمالها وحلاوتها. نبدا الفيديو بتاعنا على طول، والذكر بتاع النهارده هيكون استغفرك ربي واتوب اليك. طول الفيديو قولي استغفرك ربي واتوب اليك. معايا 2 كيلو من الحليب. هبدا ان انا اغليهم كده غلوه تمام، وحطيت لهم معلقه صغيره من الملح. هجيب 2 كيلو من السمنة، أي سمنة نباتي، سواء البيضة أو سواء الصفرة المتوفرة عندك في أقرب محل ليكي هاتيها على طول، وتوكلي على الله واستخدميها. خلي في بالك إن السمنة النباتي دي العلبة اللي بتبقى كيلو أو اللي بتبقى أصغر علبة فيهم ما بتبقاش كيلو، بتكون 700 جرام. لو انت هتجيبي العلبة الصغيرة ديت وهتجربي فيها بحيث انك تشوفي المذاق الأول، مع انه مذاق مضمون، هاتي السمنة، حطي قدام 700 جرام من السمنة 700 جرام من الحليب. يعني هنغلي الحليب على قد حجم وكمية السمنة بالظبط. حطيت هنا بقى السمنة زي ما انتم شايفين في حلة كده تانية غير حلة الحليب، وهبدأ ان انا اسخنها كده لحد ما تبدأ تدوب معايا والترميلة بتاعتها تبدأ تروح. هنزل عليها ب 2 كيلو من الحليب، يبقى 2 كيلو من الحليب على 2 كيلو من السمن. وهنا بقى معلقة الملح الصغيرة اللي قلت لكم عليها، على كل كيلو من الحليب نص معلقة صغيرة من الملح. أنا عاملة 2 كيلو يبقى هحط معلقة صغيرة من الملح. النار هنا عالية عادي، يعني ما وطيتش خالص، وهبدأ كل شوية كده هو اقلب واروح اعمل شوية حاجات في المطبخ. اقلب واروح اعمل حاجات في المطبخ، هي بتاخد وقت شوية بس والله يا جماعة النتيجة تستاهل. هنا بقى هبدأ على طول بأي سباتيولا بأي كبشة بأي معلقة عندك، ابدأي قلبي. اول ما هتبدأ بقى تفور كده وتطلع زي ما انتم شايفين زي رغاوي كده على الوش، مفيش اي مشكلة، هوطي خالص. وطي بقى ايه خالص خالص لحد كده احنا الهدف من المرحلة دي ان اللبن يبدأ ان هو يتبخر كل الميات اللي فيه، ويتحول لسمنه بلدي كده هو او زبده لسمنه بلدي. فالسمنه البلدي تغطي ريحتها على ريحه السمن النباتي، فبالتالي يطلع سمن مترمل زي اللي انتوا شفتوه في اول فيديو. بصوا بقى الجمال، ريحتها بدأت تطلع كده اهو، هتبدأ تطلع زي ما قلت لك زي ريم كده اهو ابيض، او زي فقاعات كده اهو بيضه. انت استمري برضو في التقليب. بعد شويه هتلاقيها بدأت تفصل كده اهو. لو انت طبعا جايبه السمنه لونها ابيض مش اصفر كريستال البيضه، مش هتلاقي اللون الاصفر، هتلاقي بقى شكل السمن كده وبدأ ان هو يطفو على الوش بالشكل ده. طبعا انا مختصره الفيديو جدا في 5 دقايق، لكن لو انت حطيتي المعيار المظبوط بياخد تقريبا ساعه او ساعه وشويه كمان. دي بقى قطعة زبدة على ال2 كيلو من السمن على 2 كيلو من الحليب. قطعة الزبدة قد ايه؟ قطعة الزبدة دي بالظبط كانت 250 جرام، يعني ربع كيلو من الزبدة. الزبدة البيضاء أو الزبدة الجمسي دلوقتي ب200 جنيه، ربع كيلو يعني تقريبا ب50 جنيه. 50 جنيه. والسمنة أنا كان عامل معايا الكيلو ب52 جنيه تقريبا، يعني تقريبا كل العملية كلفتني مش أكتر، واللبن الكيلو ب20 جنيه، يعني كل عملية مش هتكلف معاكي 150 كده هو، وهتطلع لك اللهم بارك كمية سمنة وفيرة جدا، تقريبا 2 كيلو من السمن الصافي. بصوا بقى بعد هنا حوالي ساعة كده اهو، شايفين بدأ يتكون كده اهو، بدأت بقى السمن كده اهو كأنها بقى ايه زبدة بدأت تغلي. أهم حاجة حطي الزبدة، قطعة الزبدة دي بعد ما السمن كده اهو يبدأ يطفو على الوجه هنحط الزبدة، عشان مش عايزين الزبدة البلدي أو الجمسي تغلي مع السمن الحلو ده كتير. هبدأ أقلب بقى، بدأ يظهر مرتة كده اهو زي ما انتم شايفين لونها فاتح. هنفضل نقلب، والنار هنا لازم تبقى واطية، اوعي تعلي النار أبدا في المرحلة دي. بصوا بقى السمن هنا هو بدأ يطفو ازاي. فاكرين الذكر بتاع النهارده؟ رمضان اهو دخل، اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي بلغنا رمضان، يا رب اللهم لك الف حمد والف شكر. احمدي ربنا ان احنا في رمضان، اللهم لك الحمد. وما تنسيش الذكر بتاع النهارده استغفرك ربي واتوب اليك. اول ما هتبدا تغلي والمرته دي بتاعتي تبدا ان هي لونها يغمق، هطفي على طول. ما مش لازم يغمق قوي، يعني خليها بيج غامق كده، حاجه بسيطه، او بني، اول درجات البني الفاتح كده. هبدأ بقى ان انا اقلب فيها كده اهو، وهطفي عليها البوتاجاز، لان انت بعد ما بتطفي البوتاجاز بتبدأ الزبدة بتاعتك لما انت بتسيحيها بتبدأ لسه بتفور وبتغلي. فانا بقى هبدأ ان انا على طول اطفي البوتاجاز واسيب الحله بتاعتي على البوتاجاز زي ما انتم شايفين. هنا بقى ادي الكبشه بتاعتي، وطبعا تجيبي مصفى. طبعا ممكن تحطيها في علب السمن، في علبه السمن اللي انت جايباها، العلبه اللي هي ال2 كيلو، وتروحي حاطه فيها السمنه على طول. انا بس حبيت ان انا احطها لكم في طبق عشان اوريها لكم. طبعا المرته دي انا مش هرميها، انا هحطها احمصها كده شويه كمان واغمقها شويه، واحط لها، ممكن تحط لها شويه حليب وتقلبيها المش كده اهو، او لجبنه حادقه، يعني مش هنرمي اي حاجه.
انا شلت اول طبق كده وحطيته، وادي الطبق التاني. طبعا اللهم بارك مبارك اللهم بارك. اللي زي ما قلت لك الكميه ديت عملت تقريبا 2 كيلو الا حاجه بسيطه من السمن. يا رب الفيديو يبقى عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والاهم اللايك ذكر الله، استغفرك ربي واتوب اليك واتوب اليك.